السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك حبايبي عاملين ايه؟ طبعا كان في حد طلب مني ان اعمل الكميات بالكوباية. بايه؟ بالكوباية، يعني معيار بسيط. طبعا انا باجي معاكم اعمل كميات، فهي عايزة معيار بالكوباية لانها هي الظاهر كده ان هي ايه، عملت المشروع دبتها على قدها يعني. تمام. فانا بقى عشان خاطر ايه نبقى مع بعض واحدة واحدة من غير ما نطول على بعض. بسمي بسم الله. معايا كوبايه، اخر كوبايه موجوده عندي يعني من نيشي، الحمد لله. قلت لازم اقرر ان انا اعمل بقى الفيديو النهارده. ادي واحد، ده كيلو دقيق معانا. طيب انهي نوع دقيق ان انت تستخدميه؟ لان في دقيق بيرمي معاكي، في دقيق ما بيرميش معاكي، وفي دقيق يعني بيبقى كويس ودقيق لا. طبعا انا بنزله معاكم وبعد كده هنخله، بس انا قصدت ان انا انزل بالكيلو قدامكم كده. خلاص. ادي كده ايه، 3 كوبايه. خليكم مركزين. فانهي نوع بقى دقيق كويس؟ هنقول ايه؟ هنقول دقيق الاهرامات، نوع نضيف جدا جدا يا جماعه، وما شاء الله بيرمي معاكي وحلو قوي. دي كده ايه، ربع كوبايه. تمام. اللي هي الايه الكبيره الرفيعه بتاعت زمان، اللي هي كنا بنحطها في النيش لو فاكرين. 4. دي ايه، الخمسة. كده ايه، 5. ديت الايه، تقريبا هما 6 كوبايات من الكبيره. 6 كوبايات. ودي حبه صغيرين خالص. قولي تكمله الستة. قولي تكمله ايه، الستة، ما شاء الله. قولي تكمله الستة. خلاص. هنحسبهم 6 كوبايات. هنحسبهم ايه، 6 كوبايات. ده كيلو معانا، ده كيلو معانا. طيب 6 كوبايات تقريبا هيبقى لهم 3 كوبايات من اللبن. 3 كوبايات ايه، من اللبن. فانا هنخل دقيقي عشان ابقى متاكده منه وهرجع لكم تاني. خلاص. انا كده نخلته وجهزته. انا معايا ماده دهنيه قد ايه، او سمنه قد ايه، او زبده، على حسب اللي عندي. دول 3 معالق بالمعلقه الكبيره بتاعتنا. دول 3 معالق بالمعلقه الكبيره. وضحي. ومعلقتين كبار من الزيت، ومعلقتين كبار من ايه، من الزيت. تمام. لو انت عايزاه يعني ما يبقاش سمين قوي، يعني المره دي انا عايزاه سمين شويه. لو انت عايزاه ما يبقاش مثلا سمين يعني تحس ان فيه سمونيه، هتحطي معلقتين بس، معلقتين كبار من السمنه، ومعلقه ايه، معلقه من الزيت. تمام. خلاص كده. معانا ايه، المعيار مظبوط. 3 معالق كبار للكيلو الدقيق. كيلو الدقيق اللي هو عباره عن 6 كوبايات من هم الكبار. خلاص كده. معايا ايه بقى، ادي اللبن في نفس الكوبايه. ادي اللبن، دي كوبايه لبن بس اللي هحطها. تمام. كوبايه واحده بس. اما احتاج ممكن تحط ميه بقى. احتاج هحط لبن. ما عنديش لبن يبقى كفايه كوبايه وعادي، واحط بايه بالباقي ميه. تمام. ولو عندك كيلو، لو عندك معلقه لبن بودره مفيش مشكله. انا معايا الخميره، معلقتين سكر للكيلو، معلقتين سكر اهو، نص معلقه من الملح، معلقه من الخميره، معلقه من الخميره. زي ما قلت لكم انا بحب طعم السكر شويه في اكل اطفالنا بالذات، في اكل ولادنا كده هم رايحين مدارس، بتبقى الحاجه يعني طعم السكر بيخلي الحاجه لها ايه، لها طعم حلو كده. خلاص. معايا انا هقلب كله ببعضه. سمنتي سهل جدا اهو، سهل جدا 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 جدا. سمنتي مع خميرتي مع سكري مع ملحي، كله هقلبه ببعضه. معلش بقى الخميره كنت مطلعاها من الفريزر، بحتفظ بقى في الفريزر طبعا علشان خاطر احتفظ يعني ديت خميره بيره، افضل احتفظ على ايه، على يعني المفعول بتاعها. تمام. لان لو سبتها بره بتسخن كده، فبحطها في الفريزر على طول. هنبدأ بقى ايه، نعجن. ده كوبايه واحده من الكوبايه الكبيره اللي احنا عايرنا بيها الدقيق. خلاص. 3 معالق من السمنه، 3 معالق بالمعلقه اللي بناكل بيها. خلاص كده. معايا واحده واحده. ده الكيلو الواحد. ده الكيلو. انهي نوع دقيق يفرط معاكي يبقى حلو في استخدامه؟ الاهرامات جميل جدا جدا، وفي انواع تانية كتير على فكره، بس انا بفضل الاهرامات بحيث ان انا ايه، يعني شغلي يعني وكده. دي كمان ايه، 2 كوبايه، مش كوبايه مليانه، 2 كوبايه. لما احتاج واحط احسن ما احط يعني،
واجي مثلا اعجن الاقيه ايه، الاقيه معانا بقى سايح قوي. فانا هخلص كده ما اطولش عليكم، وهقول لكم انا حطيت لبن تاني او ما حطيتش او كده. هنصلي على النبي كده يا بنات ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا خلاص ما شاء الله العجينه بتاعتنا ما شاء الله زي ما قلت لكم انا ما بحبهاش طريه قوي، تمام؟ بس كل ما يخش الشتاء انا بحب اطريها. انما احنا لسه كمان طبعا انا بشتغل في الاوضه والاوضه فيها حراره، يعني انا عن نفسي قاعده حاسه ان الجو حار، بس كل ما البرد يخش انا اطريها شويه، كل ما اطريها كل ما تزيد حلاوه، تمام؟ دي معلومه صح وانت ماشيه عليها على الكماد، مع ان احنا اصلا الشتاء بيحب الكماد وبيحب الحاجات الطريه على طول، ما بتعيشيش بس على الرز، انت بتحبي تشكلي بالذات وجبه العشاء، بتحبي تعملي حاجه كده للعشاء كده دافيه كده جميله. خلاص. هنقول المقادير تاني. المقادير كيلو من الدقيق، كيلو من الدقيق ده عامل كام كوبايه معانا؟ هنقول معانا 6 كوبايات كبار، هنقول كبار خالص، تمام كده؟ لهم 3 معالق سمنه كبار، 3 معالق سمنه كبار، معلقتين زيت، الزيت ده ضروري جدا، الزيت بيلمع الكماجه وبيخليها حمرا كده وجميله. ديت للبنوته الحلوه او الست اللي زيي، وبعتت لي وقالت لي انا بدات مشروع في بيتي وعايزاكي تساعديني وقالت لي تقولي لي على المقادير بالظبط. انا بقول لك على المقادير بالظبط، بساعدك بالمقادير بالظبط. اتمنى المعلومه توصل صح. معلقه من الخميره، انا بستعمل خميره بيره يا حبيبتي، لو انت عايزه تعملي خميره بيره مفيش مشكله، عايزه تستعمليها فوريه مفيش مشكله، بس البيره انا بحبها ليه؟ لانها بتبقى افضل برضو في الشتاء عن الفوريه. الفوريه بصراحه انا برتاحش فيها وبخاف منها في الشتاء يا جماعه، تمام كده؟ فانا قلت لك كده، يا رب يكون انا فدتك، وعامله الفيديو ده مخصوص ليكي علشان انت طلبتيه مني، فانا ما اقدرش انت تطلبي مني حاجه وانا ما ساعدكيش بيها. هنغطيه كويس، اهم حاجه تغطيه عشان خاطر وشه ما يشققش ويخمر كده، مفيش 10 دقايق ان شاء الله، وهبدا ان انا اشكله. ما شاء الله شايفين الجمال، خمرت اهي ما شاء الله، شايفين نقطه الزيت باينه فيها ازاي، تحس ان العجينه بتلمع ولها روح كده. خلاص، عشان كده قلت لكم حطوا معلقتين من الزيت. ما شاء الله. هخلص كده واحنا مع بعض، واوعي تقلبي وتروحي حته تانية، واللي اول مره يشوفني يعمل لي اشتراك، وما نحرمش منكم حبايبي اللي دايما يعني ببص عليهم كده في الكومنتات، ما نحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. وبعدين بقى ابو اللايك، يعني ما استاهلش منكم كده لايك يا جماعه بالله عليكم، كومنت حلو هستنى اللايك، هستنى الكومنتات، عايزين نطلع بالفيديو ده لاعلى نسبه مشاهده. خلاص. بس خلصنا دلوقتي وقرصناه وهنسيبه كده يعني 10 دقايق، لا اقل 5 دقايق، وهعمله على المكنه قدامكم، مش هياخد مني ثواني وهيكون خلص معانا، وان شاء الله هيبقى احلى كماج، وجربوا مش هتندموا، ونفس الطريقه ونفس التكات اللي انا قلتها، ده شيء مهم جدا. ما شاء الله. انا مش عايزاه يرفع قوي عن كده، طبعا انا هربطه في دقيقه ومش هياخد مني حاجه. عايزه تعمليه بالخبازه اعملي، بالنشابه اعملي، زي ما انت عايزه وزي ما انت حابه، مفيش حاجه يعني بتصعب علينا ولا حاجه. خلاص، بس انا بعمله على المكنه، ما باخدش مني حاجه، دي اقل حاجه في المكنه يا جماعه، اقل حاجه. شوفي اقل حاجه عندك في المكنه ايه بيشتغل عليه، يعني اقل حاجه مش اعلى حاجه، لا اقل حاجه في المكنه. خلاص كده اهي، سهله جدا، بيبقى عمايل الكماج عليها سهل جدا، وفي دقيقه تخلصي كميه الكماج وعلى خلقه نظيفه. طبعا انا عندي الخلقان اللي عندي بحط عليها كميات، فما شاء الله بتبقى كبيره، فعشان انا عامله كيلو محدود عشان كل حاجه على قده يعني. خلاص كده اهو، مش هياخد نطر الدقيق على الطبليه المكسوره الجميله دي. خلاص كده، واهو شايفين في ثواني تكوني خلصت. اقل حاجه خالص، اقل حاجه. انا ليه بعملها على مرتين؟ علشان انا عايزاها رقيق، انا عايزه الخماج رقيق، عشان لو قعد معانا او عملنا لاولادنا سندوتشات منه ما يستثقلوش، ما يحسش ان هو تقيل، يحس ان حاجه خفيفه كده في ايده ويكون حلو. عشان كده بعيد عليه مره واتنين على على المكنه، عشان يبقى رقيق وجميل. خدي بالك من الحته دي، خدي بالك من التكه الجميله دي. خلاص،
عايزه ترققيه انت بالنشابه او بالخبازه ترققي، تخليه قد بعضه طبعا، مش حته رقيقه او حته تخينه، لا يبقى قد بعضه اهو. سهل جدا جدا، واحلى كماج مع احلى شتاء مع احلى ايام حلوه مع احلى صحبه كده بينك وبين ولادك. خلاص كلها ان شاء الله خلصت كميه خلاص اهي. بس المغرب بقى طبعا هيأذن، هعيد النور كده وهوريهولكم ان شاء الله في الفرن وهو طالع كده ان شاء الله نفافيخ نفافيخ ما شاء الله. كماج ما شاء الله خمر بالظبط ربع ساعه، ربع ساعه وعلى حسب الحراره عندك. كل ما برضو الجو بيبرد بتسيبيه يرفع معاكي شويه. خلاص نبدا بسم الله. شايفين ما شاء الله على الجمال. نبدا كده بسم الله معاكم واحده واحده وان شاء الله احنا مع بعض اهوت اول تجربه في الفرن. تمام. ايه انا كنت معلمه من تحت، معلش انا ممكن تكسري. كنت ما بقدرش استغنى عن البيت، لازما انا فرني مسحاه بس لازما برضو يعني زياده النقنان لان انا بسوي على ارضيه الفرن. تمام. انت عايزه تسوي على صينيه مفيش مشكله خالص. نسمي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقى كده بجرب 3، بعد كده بعمل الفرن عادي مفيش مشكله. بسم الله كده مع بعض كده دي ثواني بس وهنرجع مع نفس ال3. ما شاء الله ما شاء الله. شايفين بيقب ازاي وجميل. ده اول 3 يا جماعه، اول 3 يعني. هو انا بس بحب ان انا اجرب علشان اشوف ارضيه الفرن حاميه ولا عامله ايه. ما بحبش احط كده وخلاص لانه كمان طبعا يعني في مدى دهنيه زياده عن اي عيش تاني. خلاص كده ما شاء الله. شايفين اهو. انا مش عايزه اعلي قوي عشان يحمر كده من الجناب ويبقى كده زيت حلاوه. خلاص ما شاء الله ما شاء الله على الجمال والحلاوه. ما شاء الله ما شاء الله على الابداع والله. شايفين انا بس عايزه اوريهولكم بالاول 3 يا جماعه. هات على الصينيه كده عشان المصداقيه. شايفين صينيتنا ما شاء الله زي ما انا رصاها بالظبط. اول واحده وخلاص. هو كده هيظبط معايا، كده هيظبط معايا. نتوكل على الله وهنرص بقى الارضيه بتاع الفرن بتاعتنا. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ان شاء الله من اول واحده لاخر واحده يبقى ما شاء الله معانا ما شاء الله. نصلي كده على النبي واحنا شغالين نقول اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي المصطفى سيدنا ونبينا عليه افضل الصلاه والسلام. خلاص ان شاء الله هنعمل الرقاق الطري. يعني احنا بس يعني محتاجه بس منكم بس عشان خاطر يعني مني فاتحه باب رزق ان شاء الله. الفيديو اللي هيبقى جاي هيبقى فيه كماج الطري ان انت ممكن تحشي لحمه واللي هو المدور بتاعنا بتاع زمان كده. ما شاء الله يا جماعه. شايفين الجمال والله العظيم جمال. شايفين حلو ازاي جميل والنفخ والفرن معانا ما شاء الله عليه ما شاء الله. شايفين 3 معالق سمنه بالكيلو يا جماعه. 3 معالق سمنه ومعلقتين زيت ما شاء الله معانا جميل جدا واحمر وجميل. هنقول احمر يبقى كتير. خلاص هخلص الكميه وارجع لكم. ما شاء الله خلصت الكميه معايا ما شاء الله. كمية جميل جدا. شايفين القعر يا جماعه. يا سلام على ريحته والله ريحته تجنن وجميل جدا جدا جدا. والطراوه اللي فيه يعني انا هجيب لك يعني هقول اوحش قرصه. خلاص شايفين الطراوه بتاعته. شايفين الجمال. شايفين الحلاوه. انا بس حبيت اوريكي ده يعني ديت اللي طالعه اول حاجه في الكماد اللي تعتبر يعني اول واحده كده بتبقى ما بتبقاش حلوه زي يعني زي الدور اللي بعد كده. ما شاء الله. شايفين الجمال يا جماعه. شايفين الجمال. وسمين ده سمين. عايزه تقللي السمونيه اعملي معلقتين زي ما قلت لك بالظبط.
هقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اشوفكم في فيديو جديد. اوعوا تنسوا الاشتراك، اوعوا تنسوا اللايك، علشان الفيديو ده هيوصل، انا عايزاه يوصل لاحلى، هقول لاحسن نسبة مشاهدة. خلاص، اشوفكم على خير.